طبعا معانا الفنانه دكتوره فيروز سمير عبد الباقي، مش واحده كده معانا ونسيبها ما تتكلمش. الحقيقه ندوه رائعه، وانا حاسه بفرحه بابا وانا قاعده هنا، ان هو فعلا مبسوط، لان هو كان بيحس بوحده فظيعه في الفتره الاخيره. فكون ان انتوا عندكم الاحساس ده بيه وبشعره وبتاريخه، دي حاجه هتبسطه جدا. وانا طبعا مبسوطه جدا، مش قادره اعبر طبعا. وبشكر طبعا الجمعيه ان هي استضافت الندوه وخلتني احضر واسمع الكلام الجميل ده، وهوصل له كل الحدث بالتفاصيل. ويعني انا مش هقدر اتكلم عن بابا الشاعر اكتر ما اتكلم عنه كأب. طبعا هو اثر فيا في كل يعني مشوار حياتي من وانا طفله، ان هو اللي كان بيقرا لي قصص وبيقرا لي الحواديت ويوديني المسرح، وكانت اجازاتنا هي في المسرح وفي الندوات. يعني طفوله مثقفه زياده عن اللزوم، بس طبعا ديت يعني بجني ثمارها دلوقتي، وبحس قد ايه هو كان اب مختلف، ان هو غير. يعني ما كناش حاسين ان احنا اطفال عاديه، يعني دايما حاسين ان احنا مختلفين. فبشكر حضراتكم جدا على الندوه الجميله دي. وما حاولش يشاركني بشعر؟ كان الحقيقه بينمي كل واحد حاجته. يعني اخويا كان في الاخراج والسينما، انا في الرسم والتصوير والفن، ماما في العرايس والاخراج. يعني ما كانش فيه تاثير. ماما جايه من لوحدها، التاثير بتاعه كان في مجالنا. يعني كان ماما ما خدتكيش معاه، ما حاولتش تدربك معاه؟ مش برضه العرايس، لا. يعني كان فعلا كل واحد في صومعه. يعني احنا الاستاذه نجلاء رفعت دي احد رائدات مجال العرايس. يعني مش مجرد حرم سمير عبد الباقي. لا، الحقيقه كان هو البيت عندنا احنا اللي جزرنا، يعني عباره عن 4 اوض، كل واحد في الصومعه بتاعته بيعمل الفن بتاعه. فكان والمؤتمر القمه الباقي في ريسبشن وحركه كفايه. شكرا لحضراتكم جدا. السلام عليكم. بشكر انا الجمعيه اللي عملت الندوه دي. والحقيقه انا لما قريت فافتكرت ان هو الاستاذ سمير موجود، فهممت يعني رغم ان انا تعب يعني وبتاع، لكن قلت لازم اروح لان بقالي فتره كبيره قوي ما شفتوش. وانا بعتبر يعني احد تلاميذه، وكان فعلا كان له ندوه يوم الثلاث، كنا على طول باستمرار بنروحها. وحاولت كتير ان انا يعني كنت بتكلم معاه على اساس ان هو يكتب قصه حياته. فقال لي انا في الوقت ده يعني مش قادر وبتاع، وقلت له طب احنا يعني ممكن نصور وحضرتك تكتب وبتاع. المهم كنت بحاول اخليه يتكلم يعني. ف يعني كتبت عنه شويه دردشات كده هو. فكلمنا عن الفتره اللي هي اللي حضرتك اتكلمت فيها دي، حكايه من ايام ما كان في السويس، وازاي هو فعلا راح وكتب وكان بيشيل سلاح وبتاع، ولكن منع من دون، وكان لابد باوامر الداخليه ان لازم يمشي، وبالذات اللي هو وزير الداخليه ده اللي هو سجنه شعره وجمعه. فالاستاذ سمير شخصيه انسانيه ممتازه جدا، وانا من ان اخر بحاول ازوره يعني. وهو له حاجات كتيره جدا صعبه قوي ان نتكلم عليها وألم بيها، واخد بالك. انا لما باجي اتكلم عن الاستاذ سمير ببقى مشتت نتيجه لاعماله وكلامه وندواته ونضاله الكبير على مدار قد ايه، اكثر من 60 سنه، واخد بالك. فانا لو خدت قطفه من هنا ومن هنا هيبقى الموضوع برضه مشتت، وانا حاليا مشتت مش عارف اتكلم فيه بالظبط. لكن هو انسان محترم، وهو اتعلمنا احنا على قد ايه الوعي الثوري من ايام ما كنت انا في ابتدائي اعدادي، لانه كنا في الفتره دي ان اخ كان لي اخ برضه تلميذه وكان معاه في التنظيم، فكنا بنروح
واحنا من حي شعبي فالدقي في رضا علام، فكنا بنروح الدقي داير ناحيه رضا علام. كان في الله يرحمه محمد شرف الدين وكمال خليل المناضلين اليساريين، فكانوا ياخدونا وبنروح له، وفعلا هو كان بيستقبلنا في المسرح. فحضرت كثير جدا جدا من مسرحياته مع عدلي فخري. كنا نخرج من المسرحيه واحنا شباب معاه مجموعه اعدادي وثانوي، نطلع نعمل مظاهره في الشارع، واخد بالك. فشخصيه يعني ثريه جدا، واحنا محتاجين نكتب اكتر واكتر واكتر، ويا ريت حد كمان يساعده ان لازم يتكلم عن تجربته بشكل مفصل، لان كل الكتب اللي هو اتكلم فيها دوت ما فيش تفاصيل. يعني اكتر من 60 سنه كفاح ونضال، ويعني هو صديق، انا بعتبره صديق يعني عمري ما حسيت بالفرق اللي بينه وبينه خالص ابدا. فكنا نقعد نتكلم ببساطه وبتاع، ولو انا عندي اي حاجه شخصيه بتكلم معاه، وكان هو فعلا نعم الناصر يعني، وهنفضل يعني فاكرينه الى ابد الابدين. شكرا. لا هو مش 70 سنه مش 60 سنه، هو اتسجن من 59 يعني 75 سنه. اكثر احنا بنقول اكثر من 60 يعني 65 لغايه كده مثلا. جميل. اتفضل حضرتك. مهندس سعيد محمد الطيب، محدش يضحك، رمضان فاضل 3 اشهر ويجي. ما علينا. البانوراما المعرفيه اللي عملها الاستاذ امل والاستاذ اسامه اصابت الواحد بلهجه عجيبه، ان ما عندوش باك جراوند عن هذا المتعدد الانشطه الوطني الرهيب اللي يخرج بره مجال حدود بلده ويكون مناضل في دوله ثانيه كمان. يعني هو صاحب قضيه عظيمه جدا جوه وبره، وبناء عليه هنقول تم اعتقاله مرتين لحبه لمصر. اللي انا هقوله ده برضه مرتبط بحب مصر على نفس الخط، وفي الاخر هقول التساؤل بتاعي. انا امبارح كنت بعزي صديق ليا، كان المهندس الدكتور مهندس عبد التواب حماد، وهو كمان معاه دكتوراه من اكاديميه الفنون. اللي انا هقوله خليك شويه، كان ابنه عقيد، احنا مربينه عقيد في الجيش برضه دكتور مهندس. فوجئت وانا في العزاء في جامع الرشاد كان اسمه احمد، ان 10 لواءات جايين بلبس الميدان. 10 لواءات مش 10 عساكر. يعني الجامع المحترم ده بينام بالكامل في امان، ووحوش مصر ورجالتها بيحرسوها. يبقى الاستاذ سمير بيناضل بالكلمه، وفي غيره بيناضل في مجالات تانيه بيخلق الامان للمصريين كلهم. فانا من المكان العظيم ده اللي بيديره الاستاذ محمد منوار استاذنا في الوطنيه، بحيي الناس اللي مخليانا عايشين فعلا. وشكرا. السلام عليكم. انا ليا 4 حاجات اتكلم فيها بسرعه عشان الاستاذ نوار ما يقوليش دقيقتين. والاستاذ قطيف قال عليه فعلا. انا مكسوفه ان انا ما اعرفش باباكي، بعتذر جدا. يعني كان المفروض ان احنا من خلال ما قال لنا البانوراما. نعم. تبع استاذ نوار. فكان ليا 4 اسئله. في كتب اطفال باسامي معينه اقدر اكتبها والواحد يقراها ويتابع بيها احفاده بعد اذن حضرتك. وبعدين الاوبريت اللي حضرتك قلت عليه، هل ده صور ولا ما صورش؟ يعني لو فيلم ومتصور ممكن اشوفه مثلا؟ فيلم انتاجه المركز القومي للسينما. كويس، ونعرف نلقاه عشان اشوفه على اليوتيوب. طيب. والكتب كلها في بس سمير عبد الباقي كتب هتلاقي المكتبه كلها اشرف منزلها PDF عليها، كل كتب عمرو. طيب يبقى احنا كده نتابعها علشان تأثرنا. ومبسوطه جدا ان هو لما جاء مركزنا رمتان اشاد بالاخرين، يعني فكره الايثار او اتكلم على الاخرين. هو وصل لحاجه معينه وتعرف، فكون ان هو يهتم بالمجموعه الشباب والشعراء اللي مش معروفين، دي حاجه جميله جدا. وزي ما اهتم باستاذ امل
ان يتابعوا او يديله النشره ويكلمه، دي حاجه جميله. ده هو بيمد ايديه للشباب اللي طالع، حتى لو مثقف بس، حتى لو شاعر بس، قصاص بس. سلمي على بابا وقولي له ان احنا فخورين بيه، والجزء الوطني بتاعه حاجه جميله واسعدتونا. شكرا يا استاذ نور. اتفضل. مساء الخير. عرف نفسك اللي بتوع المعين يعرفيش. أنا صفاء رأفت، يعني لي الشرف إن تبقى بنت عمي أستاذتنا نجلاء رأفت، حبيبتي طبعا. والحقيقة الجزئية دي أنا هخش في الناحية الإنسانية، إن أنا حبي الحقيقة لفيروز وأشرف من نجلاء رأفت، وحبي للأستاذ سمير من نجلاء رأفت. أولا البيت بيشيع محبة، والحب اللي كان بين سمير ونجلاء حب يعني بنعتبره كده يعني ايه قدوه لاي زوج وزوجه، قد ايه التفاهم وقد ايه التكامل اللي كان بينهم. هو في طريقه وهي في طريقها، لكن مفيش اختلاف، في تلاقي جميل جدا، ابداعي رائع، انتج مبدعين كمان. وده اكبر دليل على جو المحبه اللي انا بعمل يعني ايه القاء ضوء على الجزئيه الانسانيه دي، المحبه الجميله اللي كانت في هذا البيت يعني الحقيقه. ويعني بحيي طبعا استاذنا سمير عبد الباقي، ويا رب ربنا يديله الصحه ويبارك في فيروز، ويعني يخليهم ربنا لينا بجد يعني. فتحياتي ليهم. شكرا. فكرة ندوة رمضان كان فيها 120 شخص. طبعا هي من زمان في رمضان ده كان موضوع تاني اليومين دول. طيب احنا مفترض محمد عزت يكون معانا، مأكد عليه امبارح، اتمنى يكون خير ان شاء الله. عدم هنسمع كلمة نسند بيها لقاءنا من الاستاذ امل. انا عايز بس اقول حاجة على الاستاذ امل وأمل دول. أنا أول مرة أعرف إن أمل ده ممكن يبقى راجل سنة 75 في أتيليه القاهرة. الاسم أنا جاي من الفلاحين وعارف إن في حد اسمه أمل دول، كنت قريت له مرة كده في الأهرام بالرواية كده. يعني إحنا ما عرفناش الأستاذ أمل السنة بس سمعت أنا هكمل كلامي يا أستاذ صفاء. حضرتك ده باظ النادي ولا آسف؟ فمرة كنت في أتيليه القاهرة في 75 76، وكان بجنب العظيم الدكتور محمد طه حسين رحمة الله عليه، دكتور عباس شهود، ناس بتوع فنون الجميلة الغربية دول. فلقينا واحد داخل كده أنا ما أعرفوش، فبقول له تعالى يا أمل. فين أمل هنا يا جماعة؟ لقيت واحد من أيام الفراعنة. ما هو أمل دوخل ده يعني نموذج للإنسان المصري وكده، وجي قاعد جنبي كمان يعني يومها. فدي أول مرة أعرف أول أمل وأمل ثاني وأمل التاني. اتفضل حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. احنا لما بنحتفل بالاستاذ سمير عبد الباقي، وفي واقع الامر احنا بنحتفل بالثقافه في مصر في فتره معينه. هذه الفتره هي في حاجه فعلا للدراسه، لانها فتره سريعه جدا على مستوى كل المجالات. انا فعلا مش عارف اتكلم عن ايه؟ حاجه عريضه، ثقافه عريضه في مختلف المجالات موجود. لو هتكلم عن الروايه مش هتكلم عن الثلاث روايات، مش هعرف. لازم اتكلم عن روايه واحده وجزئيه واحده في الروايه كمان، لان الروايه نفسها سريه وعريضه. هو لم ظلم سمير عبد الباقي في الاحتفال به او في تقييمه كشاعر. هو روائي جيد جدا. يعني الروايه لما نيجي نقراها في وسط الروايات اللي هي موجوده في مصر في العقد اللي فات كله، لا، روايات سمير عبد الباقي قيمه. هي روايه فعلا فيها كل اسس الروايه. الثقافه في مصر في الفتره في القرن العشرين عموما كانت غنيه، وهي في حاجه الى اهتمام
لان احنا فقدنا الاهتمام بالثقافه، وبالتالي لما جينا للقرن ال21 انتج لينا اللي احنا بنشوفه دلوقتي. انتج لينا ناس وجيل كامل ليس له علاقه حقيقيه بالثقافه، ليس له علاقه بالفهم، ليس له راي. يعني سمير عبد الباقي وهو عنده 20 سنه زي ما تفضل الاستاذ اسامه قال يدافع عن قضيه الفلاحين، 20 سنه دي النهارده قارن الاستاذ سمير عبد الباقي وهو عنده 20 سنه ب 20 سنه في اي ولد معدي في الشارع. قول 30 قول 30 قول 40 اطلع بقى في العمر. على فكره اهتمامنا احنا بالثقافه كده واحنا قاعدين وبنهتم بالشعر وحاجات زي كده بالنسبه للاجيال اللي جايه وبالنسبه للمجتمع، يعني انا فعلا مش فاهم في قوه رهيبه جدا. طب انا لما اجي اشوف اليسار المصري لما كان موجود وبيعمل بقوه في فتره كان يعتقل فيها، يعني زمن الزنازين اختيار صح لفتره صح، هو زمن الزنازين فعلا. اختيار العنوان اختيار صحيح. لما اجي اشوف في وسط زمن الزنازين كان فيه الاهتمام، يعني هو بيبقى موجود جوه المعتقل وشغله لسه شغال عمال يشتغل وعنده فكر وعنده دواوين هتطلع وعنده مسرح بيتكتب وهكذا. فؤاد حداد وهكذا عدد كبير جدا من المثقفين اللي هم اثروا في الثقافه المصريه. النهارده انا مفيش الناس موجوده في الشارع مفيش انتاج ثقافي حقيقي يعبر عن المجتمع المصري. القيمه هنا فقدت، وبالتالي قيمه الوطن ايضا هي ليست قيمه الوطن عند هذه الاجيال تعادل قيمه الوطن عند الاجيال القديمه. يعني انك تلاقي 10 لواءات وجايين بالبدله، ما هي دي قيمه وطن. ان النهارده قيمه الوطن عند الاطفال الصغيرين دول ما هي برضه ان لم تساعد الثقافه في غرس الوطنيه فعلا وفي غرس الانتماء الحقيقي للوطن، ده هنلاقي الوطن حدوده وامنه القومي بيتقلص. فالثقافه هي الدرع الاساسي للامن القومي المصري. ولذلك الناس دي لما اتسجنت هو طلع كاره مصر؟ لا، عنده قضيه طلع بيحبها ويقرا هات الشعر ويقراه. انا مش عايز اقول انا حافظ، مش عايز اقول هات الشعر ويقراه هتلاقي قمه الوطنيه في هذا الشخص. طب هات زمن الزنازين دي ويقراه هتلاقي قمه المعاناه في المعتقلات من اول معتقل المنصوره لغايه معتقل المحيط. والاسماء الكبيره الضخمه اللي موجوده معاه هي اللي اثرت في الثقافه المصريه. انا فعلا بعتبر ان الاحتفاء بالاستاذ سمير عبد الباقي هذه الليله هو احتفاء بالقيمه المصريه. وشكرا جزيلا.